اديني جيت اهو يا ماما. قولي لي ايه الحل مع حماتي ارجوكي. انا بجد مش عايزه مشاكل ومش عايزه تبقى الحياه ما بيننا ان كل واحد عمال يخطط للتاني. انا عايزه حياه سلسه سهله. ما هو يا حبيبتي لو الحياه السلسه السهله دي ما توفرتش وجي طرف خارجي حاول يبوظ حياتي، ما ينفعش اقف واربع ايدي واقول انا عايزه حياه سلسه ومش عايزه مشاكل. لا، لازم اقف واحارب عشان احافظ على حياتي وما اخربش بيتي انا وجوزي. ماشي يا ماما، انت شايفه ايه الصح اللي انا ممكن اعمله؟ واحده واحده كده فهميني اعمل ايه. انت بكل بساطه هتبعتي للشغل ان انت محتاجه اجازه بحد اقصى اسبوعين، وان انت مكمله معاهم ومفيش اي مشكله، وهتاخدي شنطتك بكل هدوء وتطلعي على حماتك وتفهميها ان انت شاريه خاطرها وانت عارفه هناك هتعملي ايه. الحاجات اللي انت ياما زمان رفضتي تعمليها ودلوقتي بقى واقعي اكتر انها تتعمل عشان انت حامل. بس يا رب الموضوع يظبط بقى، لان انا مش هقدر اخد اجازه من شغلي تحت اي ظرف اكتر من اسبوعين. انا اصلا المفروض احوش اجازاتي. صدقيني حماتك مش هتستحمل اسبوع واحد على الوضع اللي انا وانتي فاهمينه، وهتفهم ان هي كانت فارده دراعها قوي على الفاضي، وان هي لما قالت ان هي فاتحه لك بيتك ما كانتش تقصدك انتي، كانت تقصد ابنها وبس. امشي ورايا ومش هتخسري ان شاء الله. مع الاسف هرجع اعمل الحاجات اللي انا ياما رفضت ان انا اعملها، بس مضطره. ايه رايك يا طنط في المفاجاه دي؟ جبت كل شنطتي وحاجتي وجيت اقعد معاك انتي وعمرو لغايه اما انا وانتي باذن الله نولد. وبصراحه صعب عليا ان انا اسيب عمرو لوحده، انا ما بعرفش اقعد من غيره. وغير كده بصراحه لازم ابقى جنب حضرتك حتى لو انا مش هبقى مفيده قوي في ظروف زي دي. هو من ناحيه مفاجاه فهي مفاجاه. عموما تنوري طبعا. وانتي على كده بقى ان شاء الله هتقدري فعلا تسيبي الشغل وتقعدي معايا انا وعمرو هنا يعني طول فتره الحمل؟ اه طبعا يا طنط. فكرك سهل عليا ان عمرو يقول لي ماما بتقول تعالوا انتوا الاتنين واسيبه يجي لوحده، وبعدين انا عارفه ان عمو اغلب الوقت مش موجود واحيانا كمان بيبات في المحل، يعني كلنا هنبقى قاعدين براحتنا كاننا مسافرين. لا فيكي الخير يا حبيبتي. وبعدين طبعا هنبقى على راحتنا، واحنا ايه ممكن يقل راحتنا يعني. طيب يا طنط انا هقوم بقى ارص هدومي واوضب الاوضه عشان اعرف اقعد الفتره دي كلها هنا براحتي ونبقى كلنا مع بعض مرتاحين. اتفضلي، ولو احتجت اطلع لك حاجه قوليلي. يلا عن اذنك. صباح الخير يا طنط، عامله ايه؟ قصدك مساء النور. يعني من ساعه ما جيتي تنامي وتقومي وتشغلي التكييف واجي انا اطفي عليكي وتشغلي تاني وتنامي وتقومي وهكذا. انا حاسه بصراحه الفتره اللي انا هقضيها هنا كلها هقضيها نوم، كاني في منتجع سياحي، فاهماني؟ طب وفي المنتجع السياحي ده ما تقوميش تحضري الفطار لجوزك حتى بالمره وانتي بتحضري لنفسك؟ انا قلت بما ان احنا هنا فرصه ياكل من ايدك، هو اصلا بيحب تنظيمك للفطار والاكل بتاعك، فرصه خليه يتدلع شويه واحنا هنا. اما انا بالنسبه لي كده كده ما بفطرش ولا في اجازه ولا في شغل. طب بما ان فاتتنا فقره الفطار، هتساعديني نحضر ايه في الغدا لعمرو؟ عمرو بيحب يجي هنا يدوق اصناف كتير من ايدي. مع الاسف يا طنط انا مش قادره اشم ريحه اي اكل، هضطر اسيبك تطبخي لو قادره طبعا، لو مش قادره نطلب كلنا من بره مش مشكله. انا اصلا كنت خايفه ان احنا نيجي عشان ما نتقلش عليكي في وضع زي ده. طيب بما انك مش طايقه الاكل ولا قادره تشمي ريحته، اعمل بقى انا الاصناف اللي بيحبها عمرو بس على قده كده احسن. برضو اعملي اللي عمرو بيحبه، وانا كده كده ما بعرفش اكل من غيره. بالليل هبقى نقنق معاه اي حاجه. انا هقوم اريح شويه بقى عشان محتاجه انام تاني. وانتي هتنامي وتشغلي التكييف تاني؟ اه طبعا يا طنط هشغل التكييف، امال هقعد في الحر؟ نامت عليكي حيطه يا شيخ. مساء الخير يا طنط، عامله ايه؟ مساء النور. حلوه بيجامتك لطيفه. انا كمان عندي بيجامات كتيره قوي ستان، بس خلاص بقى هلبس لمين؟ الواحد ما بقاش ليه نفس. ميرسي يا طنط. واكيد طبعا لو ستان مش بيضايقك في الصيف البسي براحتك. طيب بما انك مش قادره تساعديني في اي حاجه تخص الطبخ ولا المطبخ، اعملي حسابك النهارده بقى هنشيل البيت كله بالراحه كده على مهلنا. مع الاسف يا طنط انا مش هقدر اساعدك في اي حاجه في البيت. الدكتور قايل ان انا محتاجه راحه تامه، وشايفه ان حضرتك كمان محتاجه نفس الكلام. لما انا وانتي يا حبيبتي نرتاح مين اللي هينظف البيت؟ حماكي ولا جوزك؟ بسيطه يا طنط، ايه رايك نجيب حد يساعدنا وينظف معانا مره كل اسبوع؟ انا شايفه ان ده حل يرضي كل الناس. انتي لسه كمان عايزه تجيبي لي حد ادفع له نظافه كل اسبوع؟ ده لسه انا وحماكي عمالين نصوت من التكييف وفاتوره الكهرباء، وكلمت عمرو واشتكيت له وقلت له ان محدش مقدر الظروف. طنط انا مقدره الظروف في كل حاجه، وممكن عمرو كمان يساهم، بس انا ما اقدرش انام من غير تكييف وخصوصا مع الحمل. انتي من امتى بقى طلعت لنا في علمه التكييف دي؟ ايه رايك بقى ان انا بفكر اكلم عمرو واقول له شكرا ارجعوا بيتكم مش عايزه حد ياخد باله مني؟ من وانا في بيتي وانا ما بنامش من غير تكييف، والوضع ده عارفه عمرو. وعلى فكره انا جيت بناء على ان حضرتك قلت لنا تعالوا، انا ولا جايه اضايقك ولا جايه اضغطك ماديا. لا من الاخر كده انت جايه تضايقيني،
وغيرانه بعلاقتي بابني وجايه هنا عشان تشاركيني فيه، عشان ما استحملتيش ان هو يجي يقعد جنب امه وياخد باله منها. لا يا طنط، انا مش جايه اضايقك ولا جايه اتعبك ولا جايه اعمل اي حاجه في البيت ولا هشاركك في ابنك، لان هو ببساطه جوزي، حضرتك مامته وانا مراته. فين فكره المشاركه؟ انا مش فاهمه معنى كلامك ده، بس اللي انا فاهماه ان انتي غيرانه من علاقتي بابني ومش مستحمله تشوفيه قريب مني. اللي اقصده يا طنط ان حضرتك مش ضرتي عشان اغير منك، حضرتك مامة جوزي، حماتي. بقول لك ايه من الاخر، عمرو ده انا مضيعه عليه شبابي وعمري ومجهودي وحياتي كلها ليه. مش هتيجي انتي من الاخر كده تاخديه على الجاهز؟ طول عمر ابوه مش بيعبرني، انا ولا كنت بشوف خروج ولا فسح ولا هدايا، ولا كنت افهم يعني ايه علاقه حلوه. انا ما كنتش بفهم حاجه غير الزعيق والنكد والاهمال، تجاهل واهمال لدرجه تموت، لغايه اما ربنا سبحانه وتعالى رزقني بعمرو. ولما جه عمرو بقى هو الحاجه الوحيده اللي بتجبر بخاطري، بتطبطب عليا، بقى يقول لي شكلك حلو ويدلعني ويخرجني ويسمعني كلام جميل. بقى هو بالنسبه لي ابني ودنيتي وكل حاجه. وانتي اللي لازم تفهمي كويس قوي علاقتنا ببعض. صدقيني يا طنط، انا مقدره جدا ان حضرتك عايشه حياه صعبه او جافه مع عمو، بس ده مش معناه ان انا كمان بالضروره لازم اعيش الحياه دي. انا بس عايزه اقول لحضرتك ان انا وانتي مش في منافسه مع بعض، انا مراته وحضرتك مامته. حضرتك الامن والامان والعاطفه والامومه واول حب في حياته وكل حاجه اتعلمها على ايدك، وانا بالنسبه له الموده والرحمه والعلاقه الحميميه والرومانسيه. احنا الاتنين عمرنا ما هنقدر نقدم نفس الشيء، وهو عمره ما هيقدر يستغنى عن اي مشاعر بياخدها من حد فينا. ببساطه انا عايزه حضرتك تستمتعي بابنك ويدلعك وتخرجي ويهتم بيك ويعمل كل حاجه، بس ده ما يتعارضش معايا انا ومع حياتي. انا مش قادره اتصور فكره ان هو خلاص مستغني عني. عنده اللي بتاكله وبتشربه وبتدلعه وبتعمل له كل حاجه، عنده اللي بيكلمها في اموره ويناقشها. انا بقيت على الرف لما يفضل يجي يبص على امه. صدقيني يا طنط، لو كل واحد فينا قدر يوظف مشاعره صح وياخد احتياجاته والمشاعر اللي محتاجها من الشخص الصح في الوقت الصح، انا متاكده هنعيش كلنا مرتاحين وسعداء، ومحدش فينا هياخد ولا يقطع من سعادة التاني ولا يعيش مرتاح على حساب حد تاني.